هلو هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة. ويلا بينا دلوقتي نشوف عملنا الكلام الحلو ده ازاي. اول حاجة هنعملها بقى ان احنا هنسلق المكرونة. حطينا مية على النار، ولما غلت معانا حطينا فيها معلقتين من الزيت ومعلقة من الملح. تمام، دول اساسي يا جماعة في اي سليق مكرونة لازم يتحطوا. ليه؟ لان دول بيخلوش المكرونة تلزق في بعضها او تعجن او تبوظ مننا في السليق. تمام، بعد كده بقى هننزل بالمكرونة بتاعتنا. واي نوع مكرونة، انا كنت هنا مستخدمة مكرونة خواتم زي اللي انتوا شايفينها دي. ممكن تستخدموا اي نوع مكرونة عادي، مش هتفرق. تمام، قلبناها كده تقليبة عشان تفك في المية وما تلزقش في بعضها. ويلا بينا نعمل الصلصة. في الصلصة بقى محتاجة لتر من عصير الطماطم، بيكون معصور تقيل مفهوش مية كتير. ومحتاجة 5 فصوص من الثوم وخل، بحط معلقتين. على النار بقى حطيت زيت حوالي 5 معالق زيت. تمام، ولما يسخنوا بنزل فيهم بالثوم زي ما انتوا شايفين كده. الثوم مهروس كويس زي ما انتوا شايفينه. تمام، بديهم بقى تقليبة لحد ما يستوي معانا ويوصل المرحلة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. هنا لونه ابتدى يفتح معانا اهو وقرب على السوا. هوريكم بقى لما يستوي، احنا خلاص قربنا اهو. هنا بقى لما وصل المرحلة اللي انا محتاجاها بيبقى لونه ذهبي. تمام، نزلت عليه بشوية من عصير الطماطم. مش بنزل بالكمية كلها مرة واحدة. وده ليه بقى يا جماعة؟ على فكرة قلتها لكم في فيديوهات قبل كده، بس هقولها تاني عشان انتوا حبايبي. بصوا، لما بنحط شوية الطماطم دول في الاول كده ونسيبهم يتسبكوا كويس، دول بيدوا لون خطير قوي للصلصة بتاعتي. فالطريقة دي انا معتمداها في كل الصلصات اللي انا بعملها، وبجد بنبهر من النتيجة بتاعتها. طيب بصوا بقى، في اللقطة اللي فاتت دي عملنا ايه؟ في اللقطة اللي فاتت زودنا معلقتين من الخل على الصلصة بتاعتنا دي وقلبناهم كويس كده. ودلوقتي هننزل بباقي عصير الطماطم وهنقلبهم مع بعض. طبعا انتوا شايفين اختلاف اللون اكيد. دلوقتي بقى حطينا معلقه الا ربع كده من الملح، ما بحبش ازود في الملح بصراحه. تمام، وبرده قدهم كده سكر. السكر ده بيقلل حموضه الطماطم يا جماعه، وبيدي طعم تحفه قوي للصلصه بتاعتنا. تمام، هنا بقى بعد ما اتسبكت معايا وطفيت عليها، وهنزل بقى دلوقتي بالمكرونه وهقلبها فيها كده زي ما انتم شايفين. نزلت بكميه المكرونه كلها، كنت عامله كيلو مكرونه. هنفضل نقلب فيها بقى كده شوية لحد ما تتغلف كويس جدا بالصلصة. شوفوا لي لونها بيتحول ازاي، بجد هتبقى خطيرة قوي. هنا بقى بعد ما حطيت الاكل في الاطباق، شوفوا لي حلاوته بجد تحفة قوي. وطريقة الفاهيتا دي يا جماعة انا منزلها على القناة، لازم تروحوا تشوفوا الفيديو وتعملوا لي لايك عليه. لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتجربوا وصفاتي وتقولوا لي رأيكم. واشوفكم فيديوهات تانية كتير، وباي باي.